السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غادي ندير معكم هذه الحلوه اللي كتجي اقتصاديه وفي نفس الوقت مذاق ولا اروع. بسم الله. غادي نبدا معكم المقادير. مقادير هما ساهلين. غادي نحتاجوا ربعه ديال الزبده بحراره المطبخ، وكاس مع مرش ديال سكر كلاصي، قبيصه الملح، واحد ساشي ديال الفاني، مع نص كاس ديال الزيت النباتيه. كنخدموا هاد المقادير مزيان، نخدموا مزيان حتى كتنسج منا، كتكون لنا بحال شكل البوماد. من بعد كنضيفوا بيضه وحده، كنخلطوا مزيان الخليط حتى كيتجانس لينا مزيان. من بعد كنضيفوا الدقيق، يعني الدقيق على حسب كل دقيق يعني شحال غادي تاخذ لنا ديال القياس. المهم تكون عندنا متماسكه وفي نفس الوقت رطبه. من بعد غادي ما نخليوها لا ترتاح لا والو، كنخدموها في نفس الوقت. كنعملوا منها حرابل هكذا رقاق. وللعلم بان هاد المقادير ما فيهمش الخميره نهائيا، ومع ذلك ملي كندخلوها للفرن راها كتجي رائعه وكتجينا يعني قياس مزيان. كما كتشوفوا دائما ناخذوا باليد الاخرى اللي ما كناش كنخدموا منها، هي اللي باش كنعرفوا بها العجينه ديالنا واش كتلصق ولا لا. كما قلت لكم كناخذوا هكذا، كنعملوا حرابل بحال هكذا، كناخذوا كنقسموا بالموس ونقادوها بيدينا حتى كتجينا هكذاك في قياس واحد. من بعد كنديروها في اللاطا الفرن على 170 درجه، كنطيبوها من التحت ومن بعد نخليوها تحمر من الفوق حتى كتاخذ اللون الذهبي. حتى كنكملوا الخليط ديالنا كامل. من ناحيه تزيين كناخذ كاوكاو اللي هو مهرمش، محمر ومهرمش، وناخذ الشوكولات. انا هذا القياس هذا خدالي 400 غرام ديال الشوكولات، وتقريبا واحد 5 دراهم ديال الكاوكاو اللي هو محمر ومطحون. بالنسبه للشوكولات انا خديت كالا وضفت ليه واحد المعلقه ديال الزيت. كناخذوا هكذاك الحلوه ديالنا، كنغمسوها هكذاك في الشكلاط ونحيدوا ديك البقايا بالفورشيت، نحطوها هكذا في الورق حتى تقرب تنشف لنا شويه. عاد كنديروها في الكويغطات. هكذا غادي نكون كملت معكم المقادير والطريقه. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم ان شاء الله، والى فيديو اخر ان شاء الله يا ربي. عواشركم مبروكه وتهلاو.